وانتهى موسم الدوري الانجليزي وانتهت الفانتازي، وجاه الوقت دلوقتي ان احنا نطلع كل اللعيبه العرر، اللعيبه الوحشه جدا في الموسم ده، اللي خذلونا، اللي عرونا، اللعيبه الوحشه كلها كده هنتكلم عليها. انا عامل القائمه، كنت عايز اعمل 10 بس لقيت كده اتنين تلاته كمان فقلت ازودهم. لا يعني لعيبه وحشه جدا لازم اتكلم عليهم بقى يا جدعان. ظبطوا لايكات السبسكرايب وشير لاصحابكم. وكده كده ان شاء الله مكمل معاكم، وفي حلقات كوره هقول لكم بقى عشان في ناس عايزه تعرفنا اكتر، اللعيبه اللي بحبها، اللعيبه اللي بكرهها، الفرق اللي بحبها، الفرق اللي بكرهها. انا كنت ناوي اعمل فريق الموسم وافضل لعيبه، بس بصراحه انا يعني عندي شغف اكتر ان انا اتكلم عن اللعيبه العرر عشان دول غايزيني جدا. وهتكلم عن خط خط. بس الاول انتوا قولوا لي برضو في الكومنتات تحت رايكم ايه، مين اكتر لعيبه وحشه، مين اكتر لعيبه خذلتكم، وهل في لعيبه من اللعيبه اللي انا قلتها اللي هقولها دي من القائمه بتاعتكم ولا لا؟ ولو انتوا برضو مختلفين معايا في اي حاجه قولوا لي برضو في الكومنتات. انا عندي في حراسه المرمى واحد بس، هتكلم عن واحد بس، التحفه اللي اسمه هوجو لوريس، حارس توتنهام. وده كان من جزء من فشل الفرقه في السنه دي وكل السنين اللي فاتت. وهو حارس عره، بس هو السنه دي بان اكتر ان هو حارس ملط. الحارس ده لعب بما يقارب ال 25 ماتش في الدوري ده، طلع بسبعة كلين شيت. سبعة كلين شيت في يعني باقي الماتشات، يعني مش بيدخل فيه جون، مش بيدخل فيه جونين، لا دخل فيه 40 جون. 40 جون في 25 ماتش. ده انت يا اسطى، ده انت لو بتلعب في فرقه درجه تانية مش هيدخل فيك عدد الاجوان دي. حارس عره بالحارس التاني المالت برضو، بس على فكره والله هو ارحم منه، عارف اللي هو يعني الحارس التاني ده ينفع اللي هو فورستر ده ينفع ايه، حارس دكه. لكن ده لا ينفع دكه ولا ينفع اساسي ولا ينفع اي حاجه. الواد ده اخره يروح السعوديه مع احترامي يعني. ندخل بقى في خط الدفاع وهنتكلم عن لعيبه كتيره عرر، لعيبه اخدت يعني اكتر من حقها، اخدت يعني باسعار عاليه جدا وهي ما تستحقش الفلوس دي فانتازيا. فهبدا بزينشينكو. زينشينكو بدا الموسم اسيست وكلين، الناس كلها جرت تجيبه، ولا الهوا، ولا الهوا ما عادهاش تاني. بعد كده ماتشين تلاتة يتصاب، يروح راجع بعدها بخمس ست ماتشات يرجع يتصاب، بعد كده يرجع يتصاب، عمل في ماتش اسيست يروح متصاب. هو كده، هو كان سيء جدا. السنه دي لعب 2122 دقيقه، جاب جون وصنع اتنين، بس كده السلام عليكم وعليكم السلام. حتى في الماتشات كتير جدا، انا مشكلتي كمان معاه مش على الاجوان والاسيستات بس، ان هو حتى معظم الماتشات اللي ارسنال طلعت فيها كلين هو ما كانش موجود فيها. فيعني لاعب لا يعتمد عليه. ندخل على كاش. كان من اللعيبه الحلوه جدا مع استون فيلا السنه اللي فاتت، وناس كتير جابته من اول موسم وكان من الاعلى نسبه. بس هو السنه دي لعب 1817 دقيقه، ما جابش ولا جون، عمل اسيستين بالظبط. وكان برضو يعني معظم الماتشات اللي الفرقه طلعت بيها كلين كان هو برضو مش موجود فيها. يعني هو دايما الفرقه كانت بتطلع كلين لما هو ما يبقاش موجود، فمعرفش ده سوء حظ ولا غباء من الاخرين، الله اعلم. ندخل بقى على تشيلسي بنفرين، احنا داخلين بنفرين بقى من تشيلسي. نبدا بجيمس. جيمس البالونة اللي كل سنة اللعبة تقعد تنزله بستة ونص وسبعة وستة ومش عارف على ايه. والله جيمس ده ما يستحق 4 مليون اساسا. يا عم لاعب حلو على راسي، يعني ده يتجاب في بيس تقعد تلعب بيه، وانا شخصيا بشتريه في بيس، لاعب حلو جدا بجيبه في اي فرقة بلعب بيها بجيبه. كان غير كده هو لاعب، هو يا جماعة عنده مرض مزمن، اصابات مزمنة، خلاص هنعمل له ايه؟ ما هو بيلعب 1242 دقيقة. السنة اللي فاتت كان لاعب دقيقة اقل من كده كمان تقريبا، جايب جون جايب اسيستين، ما كانش بيطلع كلين برضو في الماتشات اللي كان بيلعب فيها. ندخل على تشيلويل، نفس الحوار. تشيلويل لاعب حلو جدا جدا، بس هو برضو عنده اصابات مزمنة. هو كل سنة هما الاتنين بيلعبوا ما بين ال 500 ل 1500 بالكتير قوي، 1500 دقيقة بالكتير قوي قوي. وفي الموسم بعد كده يتصابوا بقى ويروحوا يريحوا كمان ما يلعبوش تاني. تشيلويل برضو 1402 دقيقة، جاب جولين وثلاث اسيستات، برضه ما كانش بيطلع كلين. الاتنين دول كانوا بستة وستة ونص وحاجات كده. اتنين ما يستحقوش كل الفلوس دي، يعني السنة الجاية لازم ينزلوا يعني بأربعة ونص خمسة بالكتير قوي، لا يبقوا كارمينهم قوي لو نزلهم بخمسة. نفس الكلام على زينشينكو وكاش. ندخل على خط الوسط ونبدأ بمين بقى؟ بأكتر لاعب من اللعيبة اللي بحبها جدا، ستيرلينج.
ستيرلينج انا مقتنع بيه، عارف ان ناس كتير بتقعد تشوفه ها 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 وماده خام للكوميكس وكده، بس لا، افتح كده، افتح السجل كده بتاع ستيرلينج كده من اول ما دخل البريمير ليج، من ساعه ما جه سيتي بالذات. مفيش موسم، اسوأ موسم في حياته، كان بيوصل المساهمات مثلا 15 جون، بعد كده 20، بعد كده في موسم وصل لحاجة و30، وفي مواسم في أواخر ال20. كان عامل شغل، حتى آخر موسم كان مساهم في 22 جون، 22 جون، 23 جون، حاجة كده، وما كانش موسم حلو بالنسبة له. لكن السنة دي ان هو طول الموسم 1886 دقيقة، يعني برضو عدد كويس من الدقايق، جاب 6 جوان واربع اسيستات. من ال6 جوان دول جايب منهم جونين في ماتش وجونين في ماتش، يعني حرفيا جايب الاجوان دي كلها في ماتشين. المساهمات دي كلها كانت حاصله في ماتشين بس طول الموسم. يعني هو حرفيا كان ميت، حرفيا كان ميت. وللاسف يعني أنا فعلا حزين عليه، لاني انا مقتنع بيه عكس اراء كل الناس اللي هي بتشوفه دايما يعني لاعب عره. ندخل على سون، ابني حبيبي. موسم للنسيان، أسوأ موسم في حياة سون كلها. سون السنة دي لعب 2886 دقيقة، جايب 10 جوان و6 اسيستات، وال10 جوان منهم برضو ماتشين كده كان هو المنفجر فيهم، وباقي كده ايه يعني كل 5 6 7 10 ماتشات يعمل له اسيست مثلا. موسم سيء جدا، ما اعرفش ايه السبب والله، بس كنتي اكيد سبب من الاسباب. كنتي سيء جدا. هو السنه اللي فاتت كانت ماشيه معاهم كده، لكن هو حرفيا كنتي كان سبب في سوء اداء لاعيبه كتير. يعني اللعيبه كلها كانت حلوه السنه اللي فاتت، السنه دي كلهم وحشين. فواضح ان كنتي هو اللي مأيدهم. حتى سون دايما كنت بشوفه واقف على الخط كده مش عارف، ما كانش عارف يلعب كوره. ندخل على لاعب تاني برضو من نفس الفرقه، كولوسوفسكي. كولوسوفسكي كان عامل موسم السنة اللي فاتت رائع رائع، وكان جميل جدا، وكان بيساهم في معظم الاجوان في كل الماتشات، بتلاقيه دايس في كل ماتش. السنة دي برضو 2062 دقيقة، جاي فيهم جونين وسبع اسيستات. لا يا عم كتر خيرك والله. حتى في اسيستات منهم اللي هي كرة بتخبط تروح راجعة اللاعب فيروح حاططها في الجون. فالاتنين حرفيا موسم للنسيان، اتنين سيئين جدا. والحمد لله ان كين كان في مستواه، كان توتنهام ممكن تنزل درجة تانية. ندخل على كوتينيو. كوتينيو السنة دي مقضيها في الإصابات، إصابات 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 إصابة، بيروح إصابة يرجع من الإصابة، يروح إصابة يرجع من الإصابة. لعب 800 دقيقة طول الموسم، عمل أسيست يتيم. ده كوتينيو اللي هو كان في ناس كتير برضو في أول موسم لو تفتكروا، ناس كتير كانوا بيجيبوه. نفس الكلام على مين كان بنفس سعر كوتينيو برضو في أول موسم؟ زاها. زاها يا جماعة، اللي هو كان على طول كل جوان كريستال باس عن طريقه. زاها بقى من اقل النقط في كريستال بالاس. ايزي واوليسي الاتنين جابوا نقط اكتر منه، مش عارف في ايو برضو. ايو، انتوا متخيلين ان ايو جايب نقط اكتر منه؟ ايو اللي هو المكسح. زاها في كل الدقائق اللي لعبها دي جاب 7 جوان واسيستين، وياما ضيع ضربات جزاء، وياما جاب سالب، وحاجه تقرف. زها بجد من اللعيبه السيئه اللي دايما انا عمري ما يعني ما بثق فيها ولا بعتمد عليها في اي موسم من المواسم مهما كان مستواه كويس. اخر واحد معايا في خط الوسط، بوين. بوين السنه اللي فاتت كان عامل مساهمات قرب ال 27 جون، 28 جون، وقلنا لا الواد ده جامد قوي. بس اللي منعنا ان احنا نجيبه السنه دي ان هو نزل ب 8 مليون وهو في فرقه تعبانه، قلنا لا. هو دايما بصوا، في بجد في قانون في الفانتازي ان دايما اللاعب اللي بيغلوا سعره زياده قوي عن اللزوم دايما ما بيعملش حاجه. زي سون، يعني سون بص لما كان بسعر قليل، يعني ربنا كان يعني موفقه، اول ما بيغلى يوصل ل 11 ونص، اللي انا واثق ان هو ان شاء الله السنه الجايه سون يكون ممكن من اللعيبه اللي هفكر فيها. اكيد سون يعني مش هيعلى عن 9 10 مليون بالكتير قوي يعني، وهيكون كرم برضه. بون برضه من اللعيبه اللي هترخص جامد اكيد السنه الجايه. بون السنه دي لاعب 3232، يعني لاعب كتير جدا 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 جدا. لاعب معظم ماتشات ويست هام. كل ده على ايه؟ لا، على 6 جوان وتسع اسيستات، والاسيستات كلها اصلا معظمها من الكورنرات. يعني حتى مش عامل اسيستات، وفي جوان اللي هي ايه، اللي هي بتخبط في الحارس يروح هو حاططها، اللي هو سيء جدا. بوين عامل موسم مفيش اسوأ من كده في الدنيا. ندخل على الهجوم، واتنين بقى معانا. نبدأ بمين؟ نبدأ بنونيز. لاعب انا يعني انا عاجبني جدا، اداؤه عاجبني، لاعب حلو جدا. بس بصراحة انا مش شايفه يعني يليق على ليفربول، ما اعرفش يعني مش حاسه. وكلوب ما اداهوش الفرصة، اللي هو في ماتشات كتير كان بيلعبوا على الجناح. الناس اللي هي بتركز وبره الارقام
كان بيلعب على الجناح. غير ان هو طبعا بقى كان بيغيظني موضوع ان هم بيقارنوه بهالاند، وها ها ها ده هيبقى احسن من هالاند، وهكس كتير اتقال. في الاخر نونيز جاب 9 جوان وخمس اسيستات وضيع 500 الف جون. فنونيز بالنسبة لي حتى لو ايه هو برضو على سعره، انا شايف ان هو كان المفروض يعمل اكتر من كده. ده احنا لسه متكلمين عن بوين اللي هو ارخص منه 6 جوان وتسع اسيستات وفرشنا له المراية فما بالك بقى بنونيز اللي هو كان اغلى منه. واخر حاجة معايا، وللأسف لاعب بحبه جدا بس عمل موسم ولا أسوأ وهبط للدرجة التانية، كابتن فاردي. اللي هو على طول كان بيبقى في هداف دوري، يا بينافس على هداف دوري، على طول بيبقى في الحتة دي. للأسف السنة دي يعني لعب 1841 دقيقة. للأسف برضو كانوا بصراحة في ماتشات كتير كان بيقعد دكة وبينزل احتياطي، بس على كل ده جايب 3 جوان وخمس اسيستات. فموسم للنسيان لفاردي. اتمنى اتمنى ان هو ينتقل لفرقة كويسة في الدوري الانجليزي ويلعب اساسي. عارف ان هو كبير في السن بس هو ما زال يقدر ان هو يدي، بس هو للاسف كان في فرقة ميتة، ليستر كلها كانوا وحشين، ما كانش فيه غير ماديسون اللي بيحاول. فبس كده يا شباب، قولوا لي رأيكم ايه في اللي انا في اللعيبة اللي انا اتكلمت عليها، وهل انتم متفقين في كل اللعيبة ولا مختلفين في لاعب؟ وفي اي لاعب انا نسيته قولوا لي في الكومنتات تحت. وان شاء الله ممكن نعمل حلقة بقى عن التيم اوف ذا سيزون. اشوفكم على خير، وسلام.